معلش بقى، ملبن ايه وعجوة ايه اللي بتشتروها من بره لحد دلوقتي؟ ينفع تبقي من متابعيني ولسه بتشتري الملبن والعجوة؟ والله عارفة حقي. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الملبن القمر اللي شايفينه ده، اكتر من 2 كيلو من الملبن بطريقة سهلة وبسيطة وناجح مليون في المية. وكمان العجوة اوعى تشتريها مفرومة من بره، والله بيعملوها بترابها. تعالوا نعمل مع بعض اساسيات الكحك. هي جت متأخرة شوية بس يلا ملحوقة. تعالوا نشوف الفيديو النهاردة سهل وسريع وممتع. بس قبل ما نبدأ صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد الفيديو ده مستحيل تشتري ملبن وعجوة من بره تاني. نظافة وطعم وتوفير مفيش بعد كده. شجعوا اختكم حورية بلايك علشان مقصرين معايا في الفترة دي جدا. مفيش لايكات ومفيش تفاعل وهيجيلي احباط يا فوزية. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. في حلة او طاسة على النار حطيت 4 كوبايات من السكر، هضيف عليهم 4 كوبايات من المية. عاوزة تقللي الكمية تقسميها للنص اقسميها، عايزة تزودي براحتك. كل كوباية سكر عليها كوباية مية. هقلبهم مع بعض كويس قوي كده على نار عالية عادي لحد ما نتأكد ان السكر داب تماما. مش شرط تقلبيه بس انا بسرع يعني عملية الذوبان. يلا بينا بقى نشوف هنضيف ايه كمان. معايا بقى حبايبي معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. طب لو مش عندي عسل جلوكوز يا حورية حطي عسل ابيض. طب ما عنديش عسل ابيض حطي عسل من بتاع الكنافة التقيل، شربات الكنافة التقيل الحلو ده. طب ما عنديش ولا ده ولا ده، زودي ربع كوباية سكر وعصير ليمونة. تمام كده تمام قوي. حطيت بقى عسل الجلوكوز كده وهدوبه كويس قوي هو كمان في السكر. حطي بقى ربع معلقه صغيره من ملح الليمون. انا ضفتها متاكده بس انا مش عارفه ليه الكاميرا ما صورتهاش، تقريبا فصلت وانا بحطها. شعر كده من ملح الليمون. هنضيف بقى هنا على جنب كده كوبايتين من النشا وعليهم كوبايه من الميه وهندوبهم كويس قوي مع بعض. وده يا جماعه على 4 كوبايات سكر. هكتب لكم المكونات لو عاوزين تعملوها ب4 كوبايات ولو عاوزين تعملوها بكوبايتين. تمام، يعني هكتب لكم المقدار الكبير والمقدار الصغير عشان ما تتشتتوش. مقدار ال4 كوبايات سكر ده عمل لي كميه محترمه جدا شفتوها طبعا في اول الفيديو. بصوا بقى نزلت بخليط الميه والنشا وبفضل اقلب لحد ما القوام يبدا يتقل معايا كده ويبقى داخل ان هو يبقى شفاف. طبعا بقى في المرحله دي بنخلي النار متوسطه وايدينا ما بتتشالش ابدا من الملبن علشان ما يلزقش مننا. بصوا بقى القوام هنا بقى عامل ازاي، ممتاز جدا. وهو ده اللي احنا عاوزينه. عاوزين لما نرفع المعلقه كده يكون بينزل تقيل ما يكونش خفيف ومسيل. يلا بينا بقى نركنه على جنب ونجيب اخر مرحله وهي بقى الجيلاتين. والجيلاتين هنا فايدته ان هو يدينا مطه مش اكتر. لو حابه تستغني عنه مفيش مشكله خالص. بصوا بقى حطيت معلقتين كبار من الجيلاتين عليهم ربع كوبايه من الميه الدافيه ودوبتهم. نزلت بقى بيهم على الخليط وخلاص مفيش مكونات تاني خالص. قلبي بقى كده كتير حوالي 5 دقايق كده متواصله لحد ما تحس ان القوام بدا يلم معاكي كده وبدا يتكتل كده ويكون كتله واحده. تعرفي ازاي بقى ان استوت؟ لما تجيبي المعلقه وتقسمي خطين من النص كده، لو لقيتيهم ما ضموش على بعض بسرعه فكده تمام قوي وتقلت وبقت زي الفل. لو لقيتي الفتحه اللي فتحتيها دي لحمت بسرعه وجريوا على بعض كده وخدوا بعض بالاحضان، لا استني لما يتفرقوا. النهارده لازم نفرقهم علشان تتاكدي ان هو ناجح. ما ينفعش الملبن يضم على بعضه، لازم الخط ده يفضل ثابت كده. حطيتها بقى في قالب كده فيه شويه نشا وحطيت على الوش شويه نشا وسبتها بقى تبرد تماما. ويلا بينا نحضر العجوه. العجوه حبايبي بتستخدم باي نوع بلح عندك. عندك البلح الرطب اللي هو الاسود، عندك البلح التمر، عندك البلح اي نوع بلح عندك، البلح الناشف بتاع رمضان. اي نوع بلح عندك هاتيه واغسليه كويس قوي وابدأي نضفيه كده من البذر. هنضف كميه كبيره. وعايزه اقول لكم الناس اللي بتحب العجوه بالسمنه البلدي او بتحب تاكلها اكل كده طول السنه، خزنوا عجوه يا جماعه اليومين دول. العجوه اللي انا بحضرها النهارده دي اعملوا منها كميه وشيلوها في الفريزر. بجد بجد مفيش في جودتها. انا فصصت البلح كله وخدته غسلته غسله محترمه طبعا عشان لو في رمله برضو ولا حاجه. وبعدين فرمته في الكبه فرمتين 3، مش لازم ينعم قوي. بشوف ناس بتحطه في المفرمه اللي هي بتاعه البسكوت والكلام ده عشان ينعم، بس انا بالنسبه لي مش محتاج ان ننعمه قوي. انا بحب كده العجوه يكون فيها قطع كده
بتكون حلوة قوي. نزلت بقى بالبلح، بصوا لونه بيبقى عامل ازاي، ما تتخضوش خالص. حطيه بقى في طاسة او في صينية او حلة ايا كان، وضيفي بقى عليهم معلقتين سمنة بلدي، ويا خبر ابيض على الريحة. ما اقولكيش بقى الريحة بجد قلبان، هو ده اللي هيخلي الكحك يقول لي ارحموني. بصي بقى، تقليب مستمر. وهو بصراحة العجوة محتاجة صحة شويتين تلاتة. ليه بقى؟ علشان هي بتحتاج تقليب كتير، يعني مش مجرد دقيقتين تقليب وخلاص، لا، خليها كده على النار. وبصراحة كده استلي على جوزك، قولي له قوم قلب لي العجوة، إلهي تكسب، إلهي تساعد، إلهي تحج يا رب. اشحتي عليه. المهم بقى، انا ضفت هنا شوية سمسم، وطبعا ده اختياري، لو مش حابة تضيفيه خلاص. هنا كده بعد حوالي 10-12 دقيقة تقليب مستمر، خدت اللون ده، وهو ده المطلوب. لما بتسيبيها بتغمق اكتر وبتكون هايلة جدا، اكتر من كده مش هتكون حلوة. جبت بقى كيس كده مدهون زيت، حطيته في صينية، ونزلت بالعجوة بتاعتي. هبططها بس مش اكتر، مش هعمل فيها اي شغل ولا اي حاجة خالص. وهسيبها هي كمان تبرد مع الملبن نص ساعة كده، ونقطعها ونشوف شكلها يكون عامل ازاي. شايفاكي يا اللي قاعدة بتتفرجي لحد دلوقتي وما حطيتيش اللايك، مش فاهمة هو انت بينك وبين اللايك عداوة ليه؟ حطي اللايك يا فوزية. بصوا بقى الملبن ما شاء الله، اللهم بارك، شايفين الجمال والحلاوة؟ انزل يا ابني ما تكسفناش. بصوا ما شاء الله شكله يجنن، والطعم بقى ما اقولكوش، اللهم اني صايمه. بصوا بقى بنقطعه كده بقى صوابع، يا خبر ابيض على الجمال. اعمليه بقى كده وحطيه في علبه عندك في التلاجة او بره التلاجة، على فكره عادي جدا. اذا كان الملبن او العجوه عادي ممكن تسيبوهم بره التلاجة، لكن انا بحب احط الحاجه في التلاجة، بحب الامان، معرفش ليه. فحطوهم في علبه كده محكمه الغلق، وخليهم في التلاجة يقعدوا عندك سنه واتنين ما يقولكيش لا. شايفين الملبن؟ ملبن ده بقى ولا مش ملبن؟ يهبل ما شاء الله، حلو قوي. ب4 كوبايات سكر عملنا 2 كيلو ملبن. هكتب لكم المكونات لو حابين تعملوا كمية قليلة. هكتب لكم مكونات كوبايتين بس سكر، وهكتب لكم مكونات 4 كوبايات سكر اللي عملناهم النهاردة. شايفين بقى العجوة وحلاوتها؟ بجد تستاهل بقكم. يلا بينا نقول الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. أسيبكم في رعاية الله، وربنا يحسن يا رب ما بين إيديكم، ويجعل يا رب العشر الأواخر من حظكم ونصيبكم، ويجعل دعائكم مقبول في ليلة القدر. ادعوا لي يا جماعة، معاكم ولكم بالمثل، اللهم امين. كانت معاكم حورية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.